مرة أخرى أهلا بكم. 40 حزب وحركة يطلقون تحالف الجبهة الوطنية، طبعا استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية والحشد للتصويت على الدستور. لقاء الرئيس عدلي منصور بالقوى الوطنية فيما أطلقنا عليه الحوار الوطني اللي انطلق في الأسبوع الماضي أو مع بداية الأسبوع الماضي، التقى فيه بالشخصيات العامة والسياسية، شباب وتحالفات وائتلافات شباب الثورة، أيضا الشخصيات الإعلامية والشخصيات الفنية. مضمون كلامه ومنتهى أمله في هذا الحوار رسالة مضمونها اتحدوا حتى لا يستغل أي أحد هذه الانشقاقات اللي تحدث ويبدأ في شق الصف الوطني، ونبدأ نعيد الكرة من جديد ونبدأ من حيث بدأنا المرة اللي فاتت وننتهي إلى ما انتهينا إليه في المرة اللي فاتت، لأنه لما نحسب نفس الحسبة هنوصل لنفس النتيجة لو استخدمنا نفس المعادلة أو نفس طريقة الحساب. رجاء اتحدوا. تحالف الجبهة الوطنية أملنا في الفترة اللي جاية بإذن الله 40 حزب وحركة. معانا ضيوف مشرفينا في الاستوديو هيكونوا غدا الأربعاء صباحا في إطلاق هذا التحالف الجبهة الوطنية في مؤتمر صحفي كبير في أحد الفنادق الكبرى. المحامية عصمت المرغني طبعا ليديز فيرست، رئيس ومؤسس الحزب الاجتماعي الحر والعضو بتيار الاستقلال وعضو الجبهة الوطنية اللي هتنطلق غدا إن شاء الله. المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب ثورة 30 يونيو. اهلا وسهلا والناشط جدا الحقيقه في هذا المجال، مجال اتحدوا، كلمه اتحدوا، هذه الرساله الساميه اللي احنا محتاجين لها دلوقتي. هل هي كانت الهدف من انشاء هذه الجبهه؟ الحقيقه فعلا يعني احنا بنعاني في مصر من عدم العمل بشكل جماعي. مفهوم العمل الجماعي في مصر نتيجه تراكمات سياسيه طويله وموروث طويل لدى القوى السياسيه. صعب ان يبقى في قوى سياسيه تتحد من اجل اعلاء المصلحه العليا للبلاد، وان كانت يعني بنفترض في الجميع حسن النيه، لكن عشان يتفقوا على عمل جماعي هتلاقي بقى اللي بيقول لك انا تياري يساري، انا تياري ليبرالي، انا تياري مدني، وهكذا. يعني تتوسع الخلافات وتتوسع الاختلافات بالشكل اللي ما يجعلش فيه امامنا تيار قوي يعبر عن معظم المصريين، يحقق امالهم، يستطيع ان هو يجمع ولا يفرق. ده اللي احنا الحقيقه بنحاول جاهدين وربنا يوفقنا فيه يا رب بكره. والحقيقه في شخصيات كبيره في مصر وطنيه دعمت هذه الفكره ووقفت خلف الكواليس عشان مصر تقف على حيلها، عشان ما نديش فرصه ان حد يسرق مصر مره ثانيه. اعتقد النهارده احنا الفرصه مواتيه ان بكره يعلن عن اكبر تحالف مدني يفتح الباب امام جميع القوى السياسيه الشريفة الوطنية لكي تشارك، لكي يكون هناك تحالفا قويا يمثل ائتلاف الجبهة الوطنية. الجبهة الوطنية الحقيقة فيها العديد من الأحزاب السياسية. تيار الاستقلال باعتباره أكبر تيار سياسي بيضم في عضويته كثير من الأحزاب السياسية وكثير من الائتلافات والحركات سواء السياسية أو الشبابية والثورية، بيقدم الحقيقة جهد كله في خدمة هذه الجبهة حتى تستطيع الجبهة أن تقف وقفة قوية لمصلحة مصر ودعم خارطة الطريق وانتهاء المرحلة الانتقالية بسلام. ما تمر به مصر الآن يجعلنا أكثر حاجة. البعض كان بيتوجه إلى رأيه في إن احنا نؤجل أو نرجئ غدا المؤتمر الصحفي الذي سنعلن فيه عن بدء عمل الجبهة الوطنية وتدشينها، ولكن الأغلبية الحقيقة فضلت ورجحت إن احنا مصر الآن أحوج وأكثر حاجة إلى خروج هذا الكيان السياسي لكي يواجه الإرهاب، يواجه الفرقة، يواجه المحاولات العدوانية من الخارج قبل الداخل. هذه المسائل كلها جعلت من غدا أملا في أن يجتهد السياسيين من أجل البحث عن مصلحة مصر سواء فيما يتعلق بنعم للدستور. نحن هنا لا نؤيد فقط المشاركة الإيجابية، ولكن مصلحة مصر جعلتنا لأول مرة نقول ونحس الجميع على أن يقول نعم للدستور. هذه أول دعوتنا كجبهة وطنية. أيضا غدا نحن نبحث معا كيفية يعني عرض أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا،
حتى لا يؤدي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا إلى مزيد من الفرقة أو مزيد من الخلافات بين الأحزاب وبعضها البعض. بالتأكيد لدينا استحقاق آخر، وهو التنسيق الانتخابي. يعني كيف لا نسقط بعضنا البعض؟ أعتقد أن مفيش حد يعترض على ده، لأن اللي بيستفيد من إسقاط بعضنا البعض كأحزاب سياسية، وخاصة أن احنا كلنا أحزاب سياسية خارجين بعد فترة السداد، يصعب أن يكون هناك حزبا قويا يستطيع أن يحصل على أغلبية أصوات المصريين، أو يستطيع أن يكون له أغلبية داخل البرلمان. وبالتالي لم يعد أمام هذه الأحزاب إلا أن تتحد قدر المستطاع، وليس التوحد هنا هو أن تكون كلها حزبا واحدا، ولكن أن تكون كيانا واحدا. كيان كل حزب سياسي محتفظ بذاتيته واستقلاليته، محتفظ بشخصيته الاعتبارية، ولكنه يساهم في إنشاء جبهة تمثل مظلة لكافة القوى الوطنية التي تريد أن تشارك أو تؤدي. ومن لم يشارك لا ننفي عنه صفة الوطنية لا سمح الله، ولكن له الحرية. لكن بقدر المستطاع نريد أن تكون هذه المظلة جامعة ولا تفرق. نريد أيضا لهذه المظلة أن تواجه وتوجه الشعب المصري في الوقت نفسه على أهمية محاربة الإرهاب ومكافحته. الإرهاب أصبح أكبر المخاطر التي تهدد الدولة المصرية. أدينا النهاردة هو الصبح مع ساعات الصباح الأولى صحينا على هذا النبأ واستشهاد كل هذا حزن يعني أبناء يعني مصر والشرطة مصابين شهداء ارتفع عددهم ل 14 من وقت بسيط، من أقل من ساعة. ادي الشرطه اهي، ادي الشرطه. ومن هنا نقدم احر التعازي بالاصاله عن نفسي وبالوكاله والنيابه عن الحزب الاجتماعي الحر، لاني انا جئت الان في هذا المقام احمل هذه التعزيه من اعضاء ومؤسسي الحزب الاجتماعي الحر. اقدم احر التعازي لمصر اولا، وللأم الثكلى ثانيا، والزوجة الأرملة ثالثا، وللأولاد اليتامى رابعا. ما لهمش ذنب، دم طاهر مصري سال على الأرض لمجرد خفافيش الظلام. احنا عايزين نمنع هذه الخفافيش، عايزين نوقفها عند حدها، عايزين نقول لهم مصر ايد واحدة، مش هنخاف منكم، احنا واقفين معاكم امامكم صف واحد، بنقول لكم مصر ام 7000 سنة، لا يمكن ابدا حد يقدر يهدم هذه البلد ولا يهدم هذه الدولة ولا يهدم هيبتها. احنا كل ما بيحصل منكم من عنف وننبذه بيأكد صلابتنا ووقفتنا ضدكم، وصلابتنا ووقفتنا مع بعض كلنا. لما الرئيس المؤقت عدلي منصور قال اتحدوا، هو الفكرة مش في الاتحاد، هو الفكرة في التوافق، ان احنا نتوافق. لكن الاتحاد ده صعب ان احنا تلاقي كله متحد، لكن ممكن لا، الاتحاد في الفكر، في التوجه وفي نفس الوقت اتحاد على قلب رجل واحد. نغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وبكده طب ما احنا ما نيجي نقلد يعني الإخوان في الترابط والنظام بتاعهم والحب والطاعة العمياء لمصلحتهم كلهم. احنا بننبذ عنفهم، نبقى الإخوان المصريين بس. الواحد كره كلمة الإخوان، كره الأخوة. يعني موجودة من الأطياف الموجودة المصرية، ولكن احنا ننبذ العنف بتاعهم، واحنا ننبذ الإرهاب والإرهاب الدولي اللي بيعملوا معاه اتفاقيات بره ويجونا. دول كلهم ما هماش مسلمين، دول ما بيحبوش بلدهم، اقول لك ما بيحبوش نفسهم، لان نفسهم هي بلدهم وهي اطفالهم. احنا من خلال هذا البرنامج الرائع ليكي يا استاذه دينا كاعلاميه رائعه بقول نحن لن نخشاكم، لن نخشى خفافيش الظلام، وسنقف امامكم ونحارب، وكل مره بتعملوا اي حاجه احنا بنقف قصادها. ولكن من هذا المنطلق أنا أدعو السيد وزير الداخلية أن يغدق على الأسلحة الحديثة لولادنا ومؤسساتنا في مؤسسة الشرطة. وهناك ما يسمى، وده أنا بعتله، ما يسمى باختراع من 2004 شفته في المعرض الحربي في دبي، ومعرض الطيارات والمعرض الحربي في دبي. كان إبان اغتيال رئيس الحريري، فعبارة عن بتاع قد كده اهو، بتتحط على تابلو العربية، بتدي ألارم على بعد 5 كيلو أن هناك كشف عن متفجرات بالظبط. نحطها على الطيارات.
نحطها على القطارات، نحطها على الحافلات، نحطها على سياراتنا. وبعدين احنا محتاجين بس نشتغل بشكل علمي بالظبط. اسمح لنا يعني هنقطع كلامك ونستقبل التليفون من محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، ومساء الخير لكل المصريين، ومساء الخير يا مصر جميعا. مساء الخير. مساء النور يا اهلا بيك. اولا احيي ضيوفك الاول استاذ دينا، انا اسف جدا، بحيي ضيوفك الكرام الافاضل شرفاء الوطن، احيي ضيوفك واحيي الشعب المصري كله. محمد، غدا يعني هيتم تدشين ما يسمى بالجبهة الوطنية لخوض الانتخابات، لتوحيد صف القوى المدنية للحصول على كتل تصويتية في الانتخابات البرلمانية، وكذلك الحشد للتصويت على الدستور. ايه هو موقفكم وموقعكم من الجبهة الوطنية كتحالف او تكتل القوى الثورية وانتم كلكم من شباب الثورة؟ اولا بس انا في ملحوظه مهمه جدا، انا اولا نعي لشهداء الوطن، شهداء اهل الدقهليه واهل المنصوره الكرام وشهداء الوطن جميعا من التفجير الارهابي الضخم اللي حصل بالامس. طبعا احنا للاسف احنا كلنا حزانه على اللي بيحصل في مصر طبعا. طب اسمح لي يا محمد، طبعا البقاء لله لكل اسرهم متعزين طبعا، ما في بدايه الحلقه وفي وسطها وفي نهايتها وفي كل وقت، بس محتاجين نعرف موقفكم انتوا تكتل القوى الثوريه. اولا يا فندم، انا بس بالنسبه لائتلاف الجبهه الوطنيه ده يعتبر اكبر ائتلاف او اكبر تكتل او اكبر كيان بالنسبه للجبهه الوطنيه الحقيقيه الذي يضم كل التيارات الوطنيه الحقيقيه بالنسبه لشباب الثوره. 40 حزب وحركه سياسيه. طبعا شخصيات عامه وتكتلات حقيقيه واحزاب وطنيه حقيقيه، الهدف من خلاله يجمع ثورتين 25 و30 يوليو، الهدف من خلاله ان هو تدشين حقيقي للجبهه الوطنيه الحقيقيه لاستكمال مسيره 30/6 واستكمال مسيره المسار الديمقراطي للدستور المصري اللي احنا بنشوفه. بالنسبه لنا لا احد يقف امام يوم 14 و15 هذا الدستور، ان احنا ندعو الشعب المصري النزول، وهنكون في لجان شعبيه، هيكون في لجان شعبيه امام الصناديق الاقتراع بانفسنا، هنكون واقفين امام هذه الصناديق ان احنا نؤكد ان هيكون يوم عالمي يشهد فيها العالم والتاريخ. ان انتوا عددكم كام يا محمد؟ عددكم كام في تكتل القوى الثوريه؟ احنا حوالي 11 كيان من احزاب وحركات سياسيه تضم طبعا حزب الجبهه الديمقراطيه الذي دخل اندماجا مع المصريين الاحرار، معانا حزب الدستور، معانا جبهه الشباب الليبرالي، معانا ائتلاف ثوار مصر، معانا حزب 6 ابريل، معانا كل التيارات السياسيه وشباب الثوره، معانا جبهه القبطيه طبعا باتحاد شباب مسبيرو، معانا كيانات واعداد بالحمد لله شبابيه كثيره بالنسبه ان احنا هننزل وهنساند، مش احنا بس، لا كل التيارات السياسيه، ومعانا جبهه الانقاذ ومعانا تنسيقيه. هتنزلوا بنفسكم تقفوا قدام صناديق الاستفتاء؟ لا اكيد احنا بس اهم حاجه عندنا الشعب ينزل هيقول كلمته واحنا هنقف وراه وهنكون واحنا واقفين. وبكره هتكونوا موجودين في الجبهه الوطنيه باذن الله رب العالمين، هنكون مشاركين، ان هو ده اكبر تحالف هيكون انتخابي سياسي دستوري، ان ده الهدف من خلاله هو الدستور، ان احنا عاملين ان شاء الله قريبا هيكون في مؤتمر شعبي في الشرابيه، هيكون مؤتمر شعبي في حلوان، هيكون مؤتمر شعبي في كل مناطق العشوائيه لتعريف ما هو الدستور. معانا شخصيات وطنيه طبعا، الدكتور جمال الجنزوري على راسهم، وعصام شرف واسامه هيكل ويحيى الجمل والدكتوره فايزه ابو النجا، ومعانا شخصيات عامه، معانا شخصيات زي المستشار احمد فضالي، معانا شخصيات كثيره هيكونوا متواجدين في كل انحاء الجمهوريه. استاذ عصمت برضو حزبها موضب كمان برضو مؤتمرات اظن شعبيه، مؤتمرات طبعا. هستاذنك بس اشكره. شكرا محمد عطيه عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثوريه، وهنروح لفاصل ونرجع تاني. محمد عطيه ذكر بعض الاسماء، منهم دكتور كمال الجمزوري، منهم الدكتور يحيى الجمل، منهم اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق والمنسق العام لجبهه مصر بلدي، دكتوره فايزه ابو النجا. هنرجع بعد فاصل قصير نسالكم على هذه الشخصيات ودورها في الجبهه الوطنيه، حتى وان كان بالمسانده والدعم بالخبره وبالنصيحه. فاصل ونرجع.